بعض المرات تكون جالس خدام كونسونطري مع الكود ديالك تيبداو يطلعوا لك هاد النوطات هادو، ما تعرفش ديالاش تتعصب تتصدق كاع البيسي ديالك. It was at this moment that he knew he fucked up. الهدف من هذا الفيديو هذا ديال اليوم هو اننا ما نوصلوش لهاد المرحله هذه اون غرو. حاجه ثانيه هي اننا نشوفوا الانواع ديال الايرورز اللي كاينين في بايثون وكيفاش نقدروا نتعاملوا معها. وقبل ما نبدا لا فيديو ديال اليوم بغيت نقول لكم بلي راه لاشين راه غاديه تكبر. هي واحد القضيه اللي ما عجبتنيش هي انه اكثر من 80% ديال الناس تتفرج في الفيديو ما ابونيش في لاشين. داكشي باش نقول لكم تابوناو في لاشين، شوفوا لو جروب ديالنا ديال ماسكت كي ديفلوبرز راه كاين افيلابل في فيسبوك، راه اللي غادي نخلي لكم في الديسكريبشن. وكالعاده with no further ado let's get into it. اي لغه كيف ما بغات تكون عندها قواعد ديالها. هاد القواعد ديالها هما اللي تيقولك شنو غادي تسبق شنو غادي توخر فين غدير هادي وفين غدير هاديك. بايثون عندها نفس القضيه. بالنسبه لبايثون عندها السينتاكس ديالها اللي هو الا نسيتي شي حاجه ولا كتبتي شي حاجه غلطه تيطلع لك سينتاكس ايرور. كاين بزاف ديال الحوايج اللي يقدروا يسببوا لك سينتاكس ايرور في الكود ديالك، ولاني هوبفلي بزاف ديال الايديز حاليا ولاو تيحاربوا هاد القضيه هذه وانهم تيوليو تيديروا لك واحد الهايلايت على البلايص اللي في الكود ديالك اللي كاين فيها سينتاكس ايرور تيمونسيونيوها لك. هما تيعاونوك باش انك دير واحد ديباغين على الكود ديالك قبل ما تاكزيكوتيه. وفي هاد لو سونس هذا خصنا ندويو على واحد القضيه اللي مهمه اللي هي الناس اللي تخلط ما بين syntax error وما بين البيب 8 recommendation ولا الجايدلاينز. السينتاكس ديال بايثون اللي كانوا عندك عليه violations ما غاديش يخدم لك الكود، ولكن الا ما احترمتيش بيب 8 واخا هي واحد الحاجه اللي ديكونسي يقدر يخدم لك الكود ديالك. بيب 8 ولا بايثون enhancement proposal هي واحد المجموعه ديال البيست براكتسز ديال شي ممارسات اللي تتقول لك كيفاش انك تخلي الكود ديالك يكون نقي readable انه يقدر يقرا اي واحد، ومانتينبل يعني انك تقدر تبازي عليه باش تخدم كود واحد اخر من بعد في المستقبل. خصنا نديروا هذا الفرق هذا. غادي نخلي لكم اللين باش تدخلوا تشوفوا بيب 8 باش تقراو عليها وتشوفوا كتر. غادي نخلي لكم في الديسكريبشن باش نقدروا نشرحوا هاد الاشكاليه ديال الاكسبشن هاندلين. غادي نحطوا راسنا في واحد الموقف اللي تحطوا فيه البروغرامرز اون ديلي بيسيس، اللي هو فاش تطلب انفورميشن من اليوزر ديالك. قدامنا هاد البروغرام هذا تيطلب جوج ديال النمبرز A و B من اليوزر وتيرد له C اللي هو ديفيجن ديالهم. كيف ما تقدروا تشوفوا هنايا عندنا الكود ديالنا مقسوم على 3 ديال لي بلوك: try accept وفاينلي. try هي البلوك اللي تنقولوا ليها ها الخدمه اللي بغيناك دير. بحال مثلا نتوما تشوفوا راه تناخذوا لي نيميرو بجوج او بي وتنديروا لهم ديفيجن ديالهم مور ما رديناهم انتجر بجوج وتنديروا برنت الريزلت. البلوك ديال الاكسبت تنقولوا فيه الاكسبشن اللي بغينا نشدو، الاكسبت اللي بغينا الايرور اللي بغينا نشدو اللي هو زيرو ديفيجن ايرور، حيت كيف ما عارفين انه ما نقدرش نقسموا على زيرو في الماتيماتيك. قلنا له الى اليوزر دار زيرو وكنا حنا غادي نقسموا على زيرو ما يكزيكوتيش بروغرام ويقول له we told you to escape zero. قلنا لك اصاحبي بعد من الزيرو اني بغيتي تقلبنا على الزيرو. والبلوك التالي الاخراني اللي هو فاينلي هو واحد البلوك اللي تيكزيكوتا واخا ما نعرف شنو، واحد البلوك اللي تيكزيكوتا في التالي. هنا تيقدر يبان لينا اليوزفulness ديال هاد الاكسبشن هاندلين الجوريثم، وانها تخلينا نشدو دي زيرور اللي ما تنتحكموش بهم حنايا، تيكونوا من جهه ديال اليوزر ولا تيكونوا من جهه اخرى، وتنقدروا حنا نتحكموا بالبيهيفير ديال البروغرام ديالنا معاهم. وواحد القضيه اخرى هو انه ما كاينش غير زيرو ديفيجن ايرور، كاين بزاف ديال other errors بحال مثلا index error بحال file not found error، بزاف ديال errors اللي غادي نشوفوهم along the way. I guess هادشي اللي كاين بالنسبه للايرورز والاكسبشن هاندلينغ في بايثون. الا ما فهمتوا شي حاجه كانت شي حاجه فيها شي ambiguity comment section ولا الجروب راه مدير لهاد القضيه هذه. Thank you very much for watching and see you in the next one إن شاء الله.